انا عارفه ان اصحاب الافران هيزعلوا، بس هنعمل ايه؟ لازم نعملها في البيت يا جماعه، بقت غاليه جدا. هنعمل غريبه باسهل طريقه وبمكونات بسيطه جدا. يلا بينا نشوف الفيديو. بس اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتعملوا الفيديو ده شير كتير كتير ويوصل لاكبر عدد منكم، وهنعمل احلى غريب. اول حاجه هنبدا بيها، انا جايبه نص كيلو من الدقيق، عليه كيس فانيليا، وكوبايه من السكر المطحون، وكوبايتين من السمنه. هم دول اللي احنا نستعملهم فقط. مش هنستعمل اي حاجه تاني نهائي. هنبتدي اول حاجه ننزل بالسمنه. ماشي، اي سمنه موجوده عندك، دي سمنه عاديه خالص. انت عندك سمنه بلدي ممكن تبدليها، ما عندكيش ده ولا ده استبدليه بزيت عادي. زيت عندك حتى لو زيت التموين هتطلع برضو حلو، بس السمنه بيخليها طريه اكتر وبيخليها حلوه قوي كانها بتاعه الافران. انا عارفه والله ان بتوع الافران هيزعلوا بعد الفيديو ده، والناس هتتبطل ان هي تشتريها بعد ما تعمليها بالطريقه دي. زي ما انت شايفه، هحط السكر على السمنه وهبتدي اجيب المضرب. ما عندكيش مضرب ممكن بايدك، بس هياخد مجهود شويه. لو ما عندكيش ممكن تضربي المكونات دي في الخلاط وتروحي جايه مخليها على جنب. هنبتدي بقى ان احنا كده نضربها. وتاني حاجة هنعملها ان احنا هنجيب الدقيق وهنروح نازلين عليه برشة من الملح، رشة صغننة جدا، علشان الملح طعمه بيظهر في الغريبة. لو انتي كترتي، انتي بتحطي رشة بسيطة جدا. بعد كده بتنزلي بالمكونات بتاعتنا اللي احنا عملناها، ماشي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتبتدي بقى في التقليب. اهم حاجة في التقليب ان انتي بتكوني بالراحه خالص مع العجينه. يعني انا مسرعه الفيديو، انا لو هديت لكم الفيديو هتلاقوني ماشيه بالراحه جدا مع العجينه، وبتركزي قوي قوي علشان خاطر العجينه دي لازم تتظبط. لو ما ظبطتهاش هتطلع معاكي بايظه. بس ان شاء الله النهارده في فيديو النهارده مش ما فيش حاجه هتبوظ ولا اي حاجه، وهقول لك على حاجات كمان تخلي بالك منها كويس. هبتدي بقى ان انا اقلبها بالشكل ده، بس هلاقي المعلقه مش ماشيه في العجينه، فهبتدي ان انا اركنها واشتغل بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا زي ان بحننها العجين بكده، يعني بتبتدي ان انت بس ايه تدعكي حاجه كده بسيطه كده، تقلبيها بس كده، لكن مش بتدعكي ان انت بتضغطي عليها جامد ولا اي حاجه. هعمل لكم عليها اول حاجه تيست. زي ما انتوا شايفين العجينه شققت من الجنب حاجه بسيطه، هتروحي عامله ايه بقى؟ هي كده عندي محتاجة معلقة دقيق. هجيب معلقة دقيق واروح حطها عليها وهبتدي ان انا اقلبها. طبعا بتخلي بالك من العجينة. طبعا انا بعملها كده علشان خاطر اخلي السمنة وكل الحاجات اللي انا عملتها تخش في بعضها. ماشي، هروح جايبة معلقة الدقيق بقى وهبتدي ان انا اقلبها بالشكل ده. ده معلقة دي بتخليها على جنب، هي مش هتحتاج اكتر من كده. انتي بقى على حسب الدقيق دون. ده الدقيق العادي خالص اللي بيكون عند العطار، بتجيبيه سايب او اكياس على حسب ما انت بتجيبي برضه. زي ما انت شايفه هعمل لكم عليها تيست تاني، وطبعا المره دي نجحت 100%. 100% مش هتشقق من الجناب ولا هتبوظ معاكي حتى وانت حطاها في الفرن. هنبتدي بقى نجيب معانا الصواني بتاعتنا نكون مجهزينها جنبنا، وطبعا بتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180. بتكوني مشغلها من تحت فقط. ماشي، يا دوبت الفرن يسخن حاجة بسيطة عقبال ما انتي تعملي اول صينية او اتنين وتروحي حطهم في الفرن. ماشي، انا هبتدي ان انا اعملها بكورها صغنطوطه. انت عايزه تكبريها اكتر من كده كبريها، عايزه تصغريها براحتك، بس انا بحب اعملها بالحجم ده. ما شاء الله جميله جدا، كاني جايباها من بره والله، واحسن كمان من ان انا جايباها من الفرن. ماشي، ببتدي اعمل كل الكميه بالشكل ده. طبعا انا ليه بحط لها يعني نغزه كده في النص، علشان خاطر لو انا جيت اقدمها ولا حاجه وحبيت ان انا احط عليها حاجات اخليها احلى كريز او اي حاجه من دي، يبقى عندي يعني الشكل اللي انا اعرف احط فيه. فهمتوني؟ فطبعا انا بوريكم دلوقتي ان انا ازاي بغزها بصباعي بس. يا دوب بتعملي بصباعك كده خلاص، ما شاء الله زي ما انت شايفه، ولا شققت من الجناب ولا حصل لها اي حاجه. طبعا بقى هروح واخداها كده وهروح حطها في الفرن. وطبعا زي ما قلت لك انت زي ما انت عايزه يعني شكليها زي ما انت عايزه. بسم الله ما شاء الله، ده نص كيلو عمل معايا كميه كبير. طبعا دي انا شكلتها، انا شكلت صينيه او اتنين، وبقيه الصواني عاملاها ساده علشان لو حبيت اشكلها باي حاجة تانية في التقديم.
زي ما انتم شايفين بعد ما حطيتها في الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180، خدت معايا بالظبط 10 دقايق. ما بتولعيش من فوق ولا بتولعي شوايه، يا دوبت لو انت عندك كمان مروحه بتشغليها علشان خاطر يكون السخونيه تكون خفيفه عليها خالص. اول ما بتاخد لون حاجه بسيطه، هي مش بتاخد لون، هي يا دوبت اول ما بتشم ريحه النار على طول بتكون استوت. طبعا ما بتحطيش ايديك عليها ولا اي حاجه، وبتطلعيها بره تبرد براحتها ربع ساعه او نص ساعه، وبعد كده بتخزنيها زي ما انت عايزه عادي خالص. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، هي حلوه جدا وطعمها حلو قوي 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 وعجبتني، والسكر بتاعها مظبوط 100%. طبعا زي ما انتم شايفين هي نجحت معايا مليون في المية، مش هقول لكم 100%، مليون في المية. اول مره اعملها بالطريقه دي وتنجح معايا كده. وبكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم. وطبعا متنسوش تعملوا الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد، وتصلوا لنا على الحبيب المصطفى اللي هيشفع فيكم يوم القيامه. مع السلامه.